3 ايام في الساحل مع ماجد الهواري. فهو معاه طقم، انا مش عارف، عادي، انا واخد على الانتاج. ايوه. فبقول له، فولد قاعد جنبي جميل امور قوي، مصري. مصري، ودقن وعينين، اسمه نادر. فانا عارف ان ده انتاج. ففجاه ماسك النص معانا، قاعد جنبي بيقرا. قلت له حضرتك بتقرا النص ليه معانا؟ مش انت انتاج؟ بص لي من فوق لتحت، قال لي لا انا بروديوسر. قلت له نعم. يعني ايه؟ مش فاهم. قال لي انا بروديوسر. قال لك بروديوسر. لا ومش فاهم. انا فاهم البروديوسر ده اللي هو المنتج. ايوه. ماليش دعوه. اتاري دي قصص تانية، وبيعملوا اجتماعات وميتنج انت وحاجات. اللي بيهمك في ده كله مش فاهم حاجه. اجتماعات وميتنج وتشيك بوينت، ويقول لك تشيك لا بوينت، وبيقولوا كلام وانا اضحك بقى، مش فاهم. والسيجمنت ده الله يعني الله. الحلقه وفي دي حاجات النهارده في 5 تقريباً. سيجمنت. ايه؟ ازاي؟ اشرف انت اتغيرت على فكره. والله اتغيرت. لا انا كل واحد وعلامه يا جماعه. ده قصدك علينا ايه؟ قصدك علينا مش لا عارف. والله لا بالعكس، اصل في ناس اوكي ممكن يبقى تعليمهم في مدارس اجنبي، ممكن يبقى هم طول الوقت بيتكلموا ده كتير يعني حتى الجيل الجديد اللي قدروا اهاليهم يدخلوهم مدارس اجنبي، فهم بينهم وبين بعض في المدرسه مع بعضيهم كاصحاب رايحين سينما طول الوقت بيتكلموا، وانت وشطارتك تلقط ايه يعني؟ لا، بيغلطوا ما بيغلطوش عشان ولا انا عندي إيه؟ وجهه نظر بقى في ده. ايه بقى؟ المفروض ان احنا اولا، بغض النظر ان انا طبعا بفهم كويس، ممكن ما اعرفش اتكلم بس بفهم. كلنا بنقول بس كده. في حاجه، كلنا بنقول كده. بس في حاجه. أيوة. يعني بيتهيألي احنا لو قعدنا مع بعض احنا مش هنتكلم بالانجليزي، لان احنا ما بنعرفش. على حسب يعني انا ممكن ساعات ما بعرفش الاقي مصطلح بالعربي للكلام فبتدور عليه الإنجليزي. بس بالانجليزي. انا عمري ما شفتك بتقول كده خالص. ما فيش. ما انا ما فيش كلام مهم بيني وبينك. لا عارف يا اشرف، انا ايه اللي بيوترني بقى؟ اللي بيتصلوا بيك يبيعوا لك منتج، واحنا من شركه، احنا من شركه سطرين 3 باللغه الانجليزيه. انا بقى حفظت جمله، قلت عماد قول لي جمله اقولها لهم اسكتهم بيها. I am not interested thank you. باي حد يعني انا مش ما عنديش استعداد يعني. لا انا بقى ما في. لا كنت بقولها غلط كمان. I am not interesting. فما فيهاش ING، طلعت interested. انترستد. بس ده حلو، ده حلو. ده انترستنج، ده ما مش هيتصلوا تاني. انترستد خلاص مش هيتصلوا بيكي تاني.